البؤرة الأصلية. طب رمز البؤرة الأصلية إيه؟ رمز البؤرة الأصلية باء. طيب بتبقى فين البؤرة الأصلية دي؟ بتبقى على المحور الأصلي. هو فين المحور الأصلي؟ ده ميم قاف. تمام؟ بتقع على المحور الأصلي. طب فين في المحور الأصلي؟ أوله ولا في آخره ولا في نصه؟ لا، في منتصفه. وتقع في منتصف المسافة بين مين؟ مركز التكور والقطب. يبقى إذا المسافة دي بتساوي المسافة دي. البؤرة دي يا مستر نوع واحد؟ لا، في نوعين من البؤر. في بؤرة أصلية حقيقية وفي بؤرة أصلية تقديرية. البؤرة الأصلية الحقيقية تتكون من طلاق الأشعة بعد انعكاسها. البؤرة الأصلية التقديرية تتكون من طلاق امتدادات. الله عليك يا صديقي. طيب البؤرة الأصلية الحقيقية تتكون أمام المرآة زي الصورة الحقيقية فعلا. البؤرة الأصلية التقديرية تتكون خلف المرآة، يمكن استقبالها على حائل. خلاص يا مستر، خلاص أنا كده عرفتها. لا يمكن استقبالها على حائل. طب الحقيقية مين اللي بيجمع ويعمل الكلام ده؟ المراية المقعرة الكورية طبعا. مين بيعمل الكلام ده؟ المرآة المحدبة. طالما السطح العاكس داخلي اللي هو لونه برتقاني أو أورانج ده، يبقى الشرط بره، يبقى دي مرآة. فعلا مرآة مقعرة. سقط شعاع وسقط شعاع وسقط شعاع. الشعاع اللي فوق اتجمع وانعكس لتحت. الشعاع اللي تحت اتجمع وانعكس لفوق، واللي في النص ارتد على نفسه عشان سقط عمودي. تمام؟ مين بقى اللي جمعهم بقى؟ ده اللي جمعهم البؤرة. طيب البؤرة هنا هي نقطة طلاق الأشعة مش امتداد. يبقى دي بؤرة أصلية حقيقية بتكون في المراية المقعرة. دي تبقى عاملة زي يعني مجازا كده ممكن نقوله حرف الام. يبقى أشعة سقطت واتجمعت، أشعة سقطت واتجمعت. مين اللي جمعهم بقى؟ نقطة اسمها البؤرة. والبؤرة دي فين؟ على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين القطب والمركز. خلاص؟ هنا بقى السطح العاكس خارجي. الأشعة كده من الخارج. طب الأشعة من الخارج ليه؟ عشان السطح خارجي، البرتقاني بره أهو، صح؟ الشعاع الأول سقط انعكس لفوق، والشعاع التاني سقط انعكس لتحت. ده كده حصل ايه يا صديقي؟ كده فرقت الاشعه، فرقتهم. ما مرآة المحدبه مفرقه، وطبعا اللي في النص ارتد على نفسه. طب كده الاشعه ما اتجمعتش، فخدنا امتداد للشعاع ده وخدنا امتداد للشعاع ده، صح؟ الامتدادات اتقابلت فين؟ اتقابلت في بؤرة. يبقى هنا البؤرة أصلية بس تقديرية تتكون من طلاق الأشعة؟ لا، امتداداتها. طيب دي بتكون أمام السطح العاكس للمرآة فين؟ أهو أمام السطح العاكس أهو، فالبؤرة دي أمامه. هنا بتكون خلف السطح العاكس للمرآة. يبقى هنا الرسمتين دي يوضحوا لك فكرتين. اول فكره ان المرايه المقعره بتجمع اي اشعه بتسقط عليها بتجمعها. خلاص؟ اما المرايه المحدبه اي اشعه بتسقط عليها بتفرقها. الفكره الثانيه ان بؤره المقعره حقيقيه. تمام؟ اصليه حقيقيه تتكون من طلاق الاشعه المنعكسه. اما بؤره مين؟ المحدبه تقديريه، اللي لونه اخضر ده امتداد. الاشعه انعكست ما اتجمعتش. مين بقى تجمع؟ امتداد تتكون من طلاق امتدادات الاشعه المنعكسه.